تختاريها ناتشورال ولا كلاسيك؟ في الفيديو ده هعرفك ازاي وليه تختاري الببرونه اللي تناسب طفلك. لو انت ام جديده وعايز تعرفي اكتر عن مستلزمات الاطفال، انا عمر محمد وبقدم لك سلسله فيديوهات فيها نصايح ومنتجات مفيده ليكي ولطفلك. امهات كتير بيبقى عندها مشكله في اختيار نوع الببرونه، وهل تختار ببرونه تكون ناتشورال ولا ببرونه تكون كلاسيك، ويا ترى ايه الفرق ما بينهم؟ علشان اجاوبك على السؤال ده فانا عايزك تسالي الاول نفسك سؤال: انت عايزه تجيبي الببرونه وهترضعي بيها صناعي بس، ولا عايزه تجيبي الببرونه وهترضعي بيها طبيعي وهتدخلي صناعي؟ بعد ما تجاوبي على السؤال ده تعالي بقى انا اقول لك ايه الحل. لو هترضعي طبيعي او هتستخدمي اللبن المتشفط او هتدخلي لبن صداعي مع الرضاعه الطبيعيه، يبقى افضل حل ليكي هي الببرونه الناتشورال. وليه تستخدمي ببرونه ناتشورال مش ببرونه عاديه؟ علشان الحلمه في الببرونه الناتشورال بتكون حلمه بتدعم الرضاعه الطبيعيه، لان الحلمه فيها بتكون حلمه وايد نيك، يعني حلمه بتكون واسعه. وعلى اختلاف البراندات هتلاقي كل براند بيقدم لك فيتشرز مختلفه عن اللي قبله، يعني هتلاقي حلمه تكون اوسع زياده عن اللزوم او الحلمه بتاعته تكون مايله. طيب ايه افضل حلمه ممكن استخدمها وتكون ناتشورال؟ هي الحلمه اللي تكون حلمه دايناميك، حلمه متحركه بتمتد وتقصر، زي بالظبط فكره الرضاعه الطبيعيه وزي حلمه الام. انما بقى لو هتعتمدي اعتماد كلي على اللبن الصناعي ومش هتدخلي اي رضاعه طبيعيه، فالافضل ليكي انك تشتري ببرونه كلاسيك، وده كمان لان سعرها بيكون سعر اقتصادي مقارنه بالببرونه الناتشورال. بس وانت بتختاري الببرونه لازم تختاري فيها حاجتين: ان الببرونه تكون انتي كوليك، يعني ببرونه مضاده للمغص، وتاني حاجه انها تكون بي بي اي فري. لو عايزه تعرفي يعني ايه بي بي اي فري استني الفيديو اللي جاي. انا عمر محمد وبقدم لك سلسله فيديوهات فيها نصايح ومنتجات مفيده ليكي ولطفلك.